والله انا بفتح التلاجة لقيت تفاح، اسيبه؟ لا ما يصحش، نجرب بيه سلطة التفاح. انا اول مرة اجرب التفاح في السلطة. انا جربت الرمان كتير، فاول مرة اجرب التفاح ومش اخر مرة. عجبتني وعجبني طعم التفاح فيها مع الرمان. انا هنا استخدمت فيها خس، جرجير، فلفل اخضر، جزر، بصل، رمان، تفاح. تقدروا تستغنوا على اي حاجه انت ما بتحبوهاش عادي. يعني انا اصلا الفيديو اللي انا شفت فيه طريقه السلطه دي ما كانتش اصلا مستخدمه نص المكونات اللي انا استخدمتها. بس انا بحب ميكس الحاجات دي مع بعض، فقلت يلا نستخدمه. وبعد كده بقى الدريسنج، هنستخدم دبس رمان. اكتر خطوه ساتسفاينج بالنسبه لي، انا بحب طعم دبس رمان جدا على السلطات فبحب احطه. زيت زيتون، عسل، ليمون، خل، والتوابل بقى ملح وسماق. انا العسل ما ضفتوش هنا، كنت نسيت اضيفه، بس انا ضفته بعد كده. ونقلب بقى وبس كده، ونسر ونقدمها ونحط على وشها رمان. حلوة قوي. انا دي قعدت عندي يومين في التلاجة عادي، طعمها ما اتغيرش، بالعكس ده لما باتت بقت احلى. فالطعم بيبقى احلى من لما بتبات، فما تقلقوش، مش اللي هو هتقعد كام ساعة وتبوظ، لا. وبالعكس التفاح ما باظش ولا اي حاجة، بالعكس كان محتفظ بالقرمشة بتاعته كده، وكان طعمه جميل جدا. فجربوها كده وقولوا لي رأيكم. لو عندكم ميكس سلطات تانية انتوا تقدروا تعتبروني مرام سلطة. انا بحب السلطات جدا، فلو عندكم اي وصفة سلطة اجربها معاكم، وبألف هنا.